لو عايزة تعملي أكلة اقتصادية ما تكلفكيش كتير، شوفي معايا الفيديو ده للآخر. معايا ربع كيلو من العدس الأصفر، غسلته كويس جدا لحد ما المية بتاعته بقت بيضة تماما. معايا جزراية كده ونص وطماطميتين صغيرين وفص توم مهروس، حطيته على ربع كيلو العدس وزودته مية حوالي يعني حوالي لتر مية كده، يكون معدي العدس ب5 سنتي تقريبا، ب5 سنتي. وبعدين شغلت النار وسبته لحد ما يغلي، وبعدين هديت عليه النار خالص لحد ما الخضار بتاعي استوى. الطماطم بقت مستوية والجزر والثوم كمان. كده كان العدس بتاعي استوى تماما. جبت بقى الهاند بلندر وابتديت ان انا اهرس كده العدس مع الخضار بتاعي. لو ما عندكيش هاند بلندر استني عليه لما يبرد وتحطيه بقى في الخلاط او في الكبة، كله هيشتغل معاكي. المهم ان انتي تهرسيه خالص. لو عندك اطفال بقى حط لهم اي خضار، مش هيغير طعمه خالص، بالعكس هو طعم العدس هيفضل طاغي على الاكلة بتاعتنا. هرسته كويس جدا جدا، وهندخل بقى على الخطوة اللي بعديها. معايا طاسة على النار، حطيت فيها شوية زيت وبصلاية كده متوسطة. حمرت البصلاية دي لحد ما بقت دبلت شوية، خدت نص البصلاية وسبت الباقي يتحمر. حطيت بقى نص البصلاية دي كده على العدس، وجبت التوابل بتاعتي، بابريكا وشطة وجنزبيل ومرقة دجاج وملح وكمون. حطيتهم بقى. دي التوابل دي حلوة جدا، يعني نص معلقة صغيرة من كل حاجة، والملح بقى حسب الرغبة. قلبت بقى المكونات بتاعتي دي وسبته شوية لحد ما يتقل. بعد كده جبت طاسة برضو على النار وحمرت فيها ربع كوباية من الشعرية. ما تكتريش الشعرية عشان ما يتقلش معاكي قوي. حمرت الشعرية كويس جدا، وبعد كده نزلت بيها على العدس. طبعا الشعرية كده مش مستوية والعدس خفيف. لو انتي عايزاه شوربة كنسلي خطوة الشعرية. سبته بقى على النار لحد ما تقل كده معايا، واتفقنا ان لو عايزينه شوربة بكنسل خطوة الشعرية. البصل بقى المتحمص دوت، غرفت بقى العدس بتاعي على طبقين كده، وحطيت بقى البصل اللي هو المتحمر ده، بيدي طعم حلو جدا جدا. جربوه بجد بالطريقة دي هيعجبكم جدا. وانسوا اي طريقة عدس كلتوها وما عجبتكوش، او الناس اللي ما بتحبش العدس قوي، بجد الطريقة دي تحفة. ما تجودوش وما تحطوش بهارات خزعبلية وما تحطوش خل. العدس بالطريقة دي تحفة يا جماعة. ما تكتروش في التوم قوي برضو عشان ما يبقاش نفاذ. بصوا زبدة بجد تحفة تحفة. قدمته بقى مع شوية ليمون مخلل بلدي كده، والعيش المفقع ده، او ممكن تحمصي عيش في الفرن، او ممكن عيش طري، يعني زي ما انت عاوزة. وعلى فكرة يعني هو كده لوحده بالمعلقة حلو جدا برضو. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولي رأيكم فيها. كنت معاكم من مطبخ ريمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.